انا عملت كوكيز وما طلعش ناجح معايا. تعالوا اقول لكم انا عملته ازاي وايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها. بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما ننساش اللايك والاشتراك. في البدايه انا حطيت زبده اكتر من 100 جرام على كميه دقيق قليله، والمفروض الزبده تكون 100 جرام، وده المقدار المظبوط عشان الكوكيز ما يفرش منك لما تدخليه في الفرن. حطيت كمان نص كوبايه سكر بني وكان حبيبات، والمفروض يكون لما نشتريه بيكون مندي. وحطيت كمان تلت كوبايه سكر ابيض، وممكن نستغني عن السكر البني ونحط سكر ابيض، وياريت يكون مطحون علشان يدوب مع الزبده بسرعه وما ياخدش وقت معاكي. بعد كده هنضرب السكر مع الزبده زي ما احنا شايفين مع بعض لحد ما المكونات تكون ناعمه معانا ويكون قوامها كريمي. طبعا انا خدت وقت علشان كان حبيبات ما كانش مطحون. بعد كده زي ما احنا شايفين بقى كريم من نفس الصورة. بعد كده هنحط بيضة واحدة وفانيليا ونضربهم تاني لحد ما القوام يكون معانا كريمي زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هنضيف كوباية وربع دقيق وننخلهم كويس جدا. بعد كده هنحط معلقة هرمية نشا علشان الكوكيز ما ينشفش معايا ويكون جامد، لان ده كوكيز طري. بعد كده هنحط نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة مساح ملح، ونقلب المكونات مع بعضها. وياريت اللي وصل لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك. قلب المكونات مع بعضها. بعد كده هنحط نص كوباية شوكولاتة شيبس ونضيفها على المكونات. زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ونقلبه. بعد كده هنبدأ نشكله كرات صغيرة، منعملهاش كبيرة زي ما انا عملت كده. وانا حطيت في كل كورة شوكولاتة خام، لو حابين تحطوا شوكولاتة سبريد زي ما تحبوا. نفس الصورة. والكوكيز كان جميل جدا وطعم جدا. زي ما انتم شايفين مع بعض. الكورة كانت كبيرة زيادة عن اللزوم اللي عملتها، في ريت تصغروا الكورة اكتر من كده علشان ما تفرش معاكم في الفرن. زي ما احنا شايفين مع بعض كانت كبيرة زيادة عن اللزوم، حجمها كان كبير، وده الغلطة اللي انا وقعت فيها، عشان كده لازم تصغروها عن كده. زي ما احنا شايفين مع بعض. هو كم الكوباية والربع الدقيق عملوا كم كبير والله. فلو عايزين تجربوها بأمر الله تحاولوا ما تعملوش الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، وهتبقى معاكم تحفة وهي طعمها تحفة.
وبعد ما خلصنا الكمية بنحطها في التلاجة نص ساعة علشان تكون متماسكة معانا. قبل ما ندخلها الفرن نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 160 رف أوسط، ونحطها لما تحمر الجوانب بنشغل الشواية، ما نحمرهاش من الوش قوي علشان ما ينشفش وتكون طرية معانا. وهي هتاخد حوالي تلت ساعة في الفرن، وجربوها وما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوني في فيديو جديد.